يلا بقى انا هعمل لكم بقى فيديوهات بقى من هنا ورايح، لان انا كنت مشغوله شويه واتاخرت عليكم، معلش. كنت مشغوله مع ابني، يعني كان مسافر. هو هنا بقى له 3 شهور، يعني الاجازه بتاعته، ومسافر السعوديه بالسلامه. فهو كان بيطلب مني يعني حاجات معينه، فاكتر الايام كنت بعمل يا حبيبي وما بصورش، لان كنت يعني ايه، مش فاضيه، مشغوله معاه يعني. فان شاء الله بعد كده بقى هو مشى بالسلامه امبارح، والبيت فضى عليا، وادعوا له يا رب يوفقه هو وكل اللي زيه، واخوه وكل الولاد المسلمين يا رب، وارزق جميع الشباب المسلمين والعالم كله يا رب. فهو مشى امبارح بالسلامه. فطبعا انا ما كنتش اقدر اعمل كبد وقوانص وهو موجود. انا ممكن اكل انا كبد وقوانص عادي، مفيش مشكله عندي. طبعا هنشوحها في الجريل. اه يا حبايب قلبي، بحته سمنه بلدي، ومعانا طبعا بهار مشكل، معايا فلفل اسود، معايا حبهان، ما فيش عندي حبهان مطحون ممكن ده عادي، وورقه لوري وملح، وبصله. وهنشوح بقى بمعلقه سمنه بلدي كده، او اي دهون عندك، سمنه عاديه، زيت الموجود، يعني موجود يا ست. بس انا عندي سمنه بلدي، عشان انتوا عارفين الكبد والقوانص. بس انا غسلها غسيل كويس جدا جدا، ومنقعاها يعني في الليمون والخل والدقيق والحاجات دي كلها، وانا بمسك الحاجه اقطعها من النظافه. تمام. فهو مش بتاع الكلام ده، فقال لي يا ماما انا، فبعمل له اللي هو عايزه، يعني حاجات تانية. يعني هو يعني بيحب الاكل شويه بألف هنا وعافيه، بيحب الحاجه اللي زي ما انتم فاهمين، بيحب الاكل الحلو، ما بيحبش ايه، اي كلام يعني. خلاص. فهو مش امبارح وفضل البيت عليا، يلا بقى هعمل ايه، ما نمتش طول الليل والله. ادعوا له، وادعوا لاخوه، وادعوا لاولاد المسلمين، يا ربنا يكرم الجميع يا رب، ويسعد الجميع، ويرزق كل من كان على وجه الارض مسلم، والعالم كله يا رب اجمعين. تمام. فانا دلوقتي معايا كوسه، فعملتها وعورتها اهي. كان عندي كيلو كوسه او كيلو وربع تقريبا. فقلت اما اعملهم ايه. طبعا انتوا عارفين الكوسه ملهاش روح، فلقيتها هتبدا يعني ممكن تبوظ، يعني خساره، وانتوا عارفين حاجه غاليه والخضار غالي. فقلت ايه اما اعملهم النهارده وانا قاعده بقى ما ورايش حاجه. واعمل معاهم الكبد والقوانص قصدي. نحطهم يعني في الارضيه بتاعه الحله كده، ونرص عليهم الكوسه، ويوم يعدي. ماشي، مفيش مشكله، الواحد اللي هو ما بيدققش في حاجه يعني. حلو قوي، ربنا يديمها علينا نعمه، يحفظها من الزوال. بعد كده يا حبيب قلبي هعمل معاكم الطواجن. انا جايبه 3 طواجن فخار لسه جداد اهم. اهم يا حبايبي. ادا الكبير اهو، ادا الكبير، وده المتوسط، وده الصغير. ماشي. فالاتنين الكبير ده وممكن الصغير هعمله ايه، بشويه طماطم وشويه فلفل وشويه خضار كده وبصل. حتت صغيره كده نقطعها يعني عشوائي كده، وبنحط عليها حته ليا او حته سمنه بلدي يعني. المهم يكون يعني حاجه دهنيه، ماشي. وبندعكهم بقى بندعكهم كده، بنعملهم زي مرته، ونقوم مدعكين هوريكم دلوقتي، يعني انا هوريكم دلوقتي، مش عايزين. ماشي. انا هعمل ده بقى، ممكن اعمل ده للمعمر بالعسل والسمنه، العسل الاسود ومنيل، بسمنه بلدي وعسل اسود. ماشي. يعني بندعكه كده، غلوطيه بايدك كده، لخبطيه كده بايدك، وولعي الفرن ودخليهم. وده ممكن اعمله برضو ايه، ليه بقى، هعمله بالخضار برضو مع الكبير ده. ليه بقى، الكبير ده لو عندي حد بعمله بقى بايه، مثلا اعمل فيه حاجه عشان ايه الكميه تكفي يعني. مثلا هنعمل معاكم ورق العنب بالكوارع ان شاء الله. عندي الكوارع جوه اهي. هو انا قلت له اعملها لك قبل ما يمشي، انا كنت عاملها له صينيه في الفرن. فقال لي لا يا ماما انا مسافر وهتبقى سمينه عليا، فاعملي لي فراخ وملوخيه ورز حبه وحبه. عملت له اكل واتبسط، وعملت له كل اللي نفسه فيه. طول ما هو قاعد معايا بقى يطلب مني حاجه اعملها له بألف انا وعافيه. فاحنا هنعمل ده بقى ايه بالخضار، وده بالخضار. ليه بقى ده بالخضار؟ ليه ده؟ صدقوا لقيت فيه عيب يا جماعه، سنته مخلوعه. سنته مخلوعه. مش مشكله، يلا. انا جبتهم دول ب 150 جنيه يا جماعه. الراجل قاعد اقول له ليه، يعني الكبير زي قال هم الثلاثه كده مع بعضهم. اديت له ال 150 جنيه وخدتهم ومشيت من السكان. تمام. لان انا كان عندي طواجن، والكبير على عندي فرقعت يعني، طبعا مده صلاحيتهم انتهت يعني. كل حاجه العمر الانفرادي بتاعها بينتهي، حتى البني ادم محدش واخد منها حاجه. فده انا هعمله بقى بالخضار مع ده. ليه بقى؟ لان انا ببقى ممكن اغلبيه الايام بقى هبقى قاعده لوحدي، يعني ممكن بقى اعمل فيه قطعه فرخه على قدي. اعمل فيه مثلا قطعه كوارع على قدي، يعني حته لحمه على قدي يعني، يكفني ويفيد كمان يا جماعه والله. خلاص. يعني احنا اتفقنا نعمل دول ده للمعمر، الرز بلبن المعمر في الفرن، وده للخضار وده للخضار. يعني ده بقى زي ما قلت لكم كده على قد. تمام. ونطلع بقى معاكم على القانون بقى، على السطح، يعني عند القانون هنولعه لكم بقى ان شاء الله، ونعمل لكم عليها وصفات جميله، والحلو جاي ان شاء الله باذن الله. وانا اتاخرت عليكم معلش، كنت مشغوله شويه،
وان شاء الله هنكمل مع بعض باذن الله. ولايك وشير قناه عائله ماما سوسو، واشتركوا في قناتي، واشتركوا انا عامله صفحه على الفيسبوك، واللي دخلوا فيها نوروني وشرفوني، وربنا يكبر بخاطركم. والله العظيم انا سعيده بكم كلكم، والله العظيم دخل عندي ناس ما شاء الله عليهم محترمين جدا جدا، وبيعلقوا لي، وعايزاكم بقى تعلقوا لي على فيديوهاتي ما شاء الله، وتكتبوا لي كومنت حلو من ايديكم كده، عشان الكومنت بتاعكم الحلو ده بيديني يعني بيدفعني للامام، اللي هو بيخليني اقف على رجليا وصحتي تبقى حلوه، لان انا يعني انا مش صغير يا جماعه، يعني يعني انا جده، فعايزاكم تشجعوني ماشي، شجعوني كده عشان ما كسلش واقعد واتعب ومش عارف كلامكم الحلو بيديني طاقه سعاده ما تتخيلوش قد ده طبعا كله في ميزان حسناتكم، لان انتوا بتساعدوني ان انا اخف وابقى كويسه. حبيب قلبي، وان شاء الله نكمل مع بعض بقى المحشي، ويلا يا بنا. مثلا كتير عليا، كان كله ربع تقريبا، فانا مش هاكل حق اتنين يعني من ده يعني، يعني حد دخل يدوق اي حاجه يعني ممكن يفوت منه تاني يوم اكله عادي يعني. ماشي يا حبيب قلبي، يلا بينا بقى نشوح الكبده والكبد والقوانص بتاعتنا. تمام، هنحط الرز بتاعنا يا حبايب قلبي في التسبيكه. طبعا انتوا كلكم اساتذه وعارفين التسبيكه، يعني احنا مش هنغني على بعض. التسبيكه بتاعتنا بصل وثوم وبهارات بقى المحشي، ومثلا تحط حته ليا لو عندك، او حته سمنه بلدي، او بهارة المحشي، البهار اللي تحبيه، مثلا بهار مشكل 7 بهارات، كمون، فلفل اسود. المحشي انتوا عارفين خلطته طبعا، وكلكم اساتذه يا جماعه، وانا مش تايهه عنكم يعني، كلكم اساتذه، بس احنا بنستفيد من بعض، وكل واحد ليه طريقه في الطبخ. لكن معروفه التسبيكه، بسبكها فيها البصل والثوم وزي ما قلت لكم، وهنجيب شويه شبت وقدونس تحطهم اهو دلوقتي، وكزبره خضراء، وزي ما قلت لكم بقى 7 بهارات، بهار محشي لو موجود، كمون، فلفل اسود، تحب تحطيه في بابريكا بتديك لون حلو للمحشي. ماشي يا حبايب قلبي، بابريكا، هنحط شويه بابريكا اهو. تمام اهو كده. هنجيب بقى الشبت والخضره بتاعتنا، وطبعا احنا مظبطين الملح بتاعنا 100 حاجه على 100 يعني، جميل قوي قوي، الحدق بتاعنا بقى مظبوط. تمام. وانا كان عندي كنت عامله محشي اول امبارح، وكان فايض عندي دول، ما حطيتهمش في الفريزر، هنحطهم برضو. ولو احتاجنا حاجه غير الكوسه، عندي فلفل اخضر جوه في الثلاجه، هنعمل حله كبيره والحد جه يدوق هنا الحبايب يعني بيخشوا عندي برضو، وبألف هنا وعافيه بندوق وبنعزم. تمام. جودي بالموجود، تجودي بالموجود. دي سمنه بلدي اهي، دي سمنه بلدي يا حبايب قلبي، هنحط حته كده عشان الكبد والقوانص بتاعتنا نشوحها كده، يبقى لها ريحه حلوه كده. طبعا احنا عندنا زي ما قلت لكم غسيل زي الفل، بالدقيق والليمون والخل والملح، وننقعها برضه زي الفراخ بالضبط، بنحط عليها ورق لوري وكبابه صيني. وبصوا يعني بنعمل فيها البدع، بنعمل فيها البدع. تمام. هنجيب بقى شويه شبت، هو الرز اللي كان عندي من اول امبارح كان فيه برضه شبت وقدونس، بس هجيب شويه صغيرين كمان عشان يدوكوا نكهه حلوه وريحه حلوه. تمام. والكزبره الخضراء يعني. تمام يا حبايب قلبي. عايزاكم بس تشتركوا في قناتي، عندكم اليوتيوب وعندكم على الفيسبوك، وبنزل على كواي، ولكن انا ما كنتش عايز انزل على كواي بصراحه. معايا الفيسبوك ما شاء الله دخل ناس كتير، بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليهم وما تحرمش منهم ابدا، وما يسمعوا الفيديو ده، وناس محترمه جدا، وربنا يسعد قلوبكم. وزي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، كومنت حلو كده من ايدكم، شجعوني وادفعوني للامام عشان ما اكسلش، وعشان ابقى سعيده بيكم، ودعواتي لكم ان شاء الله بكل خير. وحتى لو ما عملتوليش اي حاجه بدعي لكم كلكم، والله بدعي لكل الناس والله العظيم. البصله كده عشوائي مش مشكله، لان احنا
هنصفرها كده بس يا حبايب قلبي، مش بنقلي. تمام تمام يا حبايبي. والنهارده بقى يا حبايب قلبي هتغدى معاكم في الاوضه بتاعتي اللي انا عاملاها للهرد، اوضه المعيشه. مش عايز اقعد بقى في الصاله، يعني في الركنه، يعني لان الايه العيال بيبهدلوا الدنيا. احفادي ربنا يخليهم ويخلي لكم احفادكم يا رب. فنقول ايه بقى، انا عملت الاوضه دي لان انا عندي المطبخ زي ما انتم شايفين كده، المطبخ صغير شويه، شقتي المطبخ صغير. اصل شقتي يا جماعه صغننه على قد كده، على قد حجم انا. ف الله على السمنه البلدي وريحتها الجميله. تمام يا حبايب قلبي. فانا عندي اوضه هوريها لكم بقى ساعه لما اجي اتغدى. انا لسه فطرانه دلوقتي طبعا. ادي كده القوانص بتاعتنا يا حبايب قلبي. الله 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 ما شاء الله. هنديها بقى صدمه حلوه كده ونحطها في ارضيه الحله بتاعتنا ونرص عليها الكوسه بتاعتنا. هنا احتاجنا بقى عشان الرز تقريبا كتير اهو. هنا احتاجنا حاجه، عندي فلفل اخضر جوه، هناخد قرنين ونحط ونحشيهم، يعني نكمل الموضوع يعني، عشان مش عايز انا رز يفيض، لان طبعا الرز بتاع المحشي لو فاض وحطيته في الفريزر فتره، سيبك من اللي يقول لك لا بيبقى كويس، لا والله العظيم بيبوظ، بيبشر كده وبيبوظ، حرام. كل رز بكام النهارده؟ احنا هنعمل على القد، ولو حشتيه مش هيجرى له حاجه، يعني احشيه واطبخيه عادي يا ستي وشيليه في الثلاجه، احنا في الجو برد يعني. اتغدي بيه تاني يوم، سخنيه، يعني هم مفيش مشكله. لكن الرز ويبوش ويبقى وحش لما تحشيه يبقى مبشت وبايظ وترميه، حرام. حرام. احنا في ايام صعبه. طبعا احنا بنشوح، احنا مش هنعمل الكبد والقوانص طبعا يا حبيب قلبي. هتقولوا لي شوح اعملي القوانص الاول، لا اصل دي مش حشوه حاجه، ده دي انا هنحطها في الحله برده مع المحشي ولسه هيستوي. طبعا احنا قلنا لكم ايه، بهار مشكل، فلفل اسود، ملح، ولو حبهان صحيح هبقى اشيله يعني في الاخر، عادي مش مشكله. لكن لو في حبهان مطحون ممكن نحط حبهان مطحون اهو يا حبايبي كده. تمام وان شاء الله الجاي احسن يا حبايب قلبي. خلاص هفضلكم بقى خلاص. انا كده بقى يا حبايب قلبي هنحط ده في الحله بقى بتاعتنا، نبدا تشويحه تمام كده حلوه، صدمه حلوه كده للحاجات بتاعتنا دي كده، نشربوا السمنه البلدي كلها كده. ونيجي بقى نعمل ايه بقى، نعمل يا حيله ليه يا باظت. انا مش عايز اقول لا، بس حله صغيره نجيب حله كده شويه. انا مش عايز اقول وزعلانه جدا جدا، سامعيني يا جماعه، لان الكبد والقوانص بتقول طش ومش عارفه ايه. عايزين حبايب قلبي كده وبنتي ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، لانها في العنايه المركزه في المنصوره ومحطوطه على الاجهزه. والله العظيم قسما بالله انا بصور لكم وربنا اللي عالم بيا، بس لازم اصور عشان ده شغل. انا تعبانه فيه بقى لي اكتر داخله على 4 سنين على اليوتيوب، وصرفت عليه كتير، وبجد تعبت يعني لوحدي والله العظيم. فمضطريه ان انا انزل فيديوهات عشان قناتي ما تروحش مني، لان ما شاء الله القناه بتاعتي بقت كويسه يعني ما شاء الله. فطبعا لازم انزل لكم فيديوهات عشان ده شغل، وربنا يشفيها يا رب، نقولها ربنا يشفيها، لان احنا وجع قلوبنا كلنا زعلانين عشانها، وربنا يجيب الخير يا جماعه. نجيب بقى طماطمايه هنا ولا بصلايه ونقطعها طرنشات. ثانيه واحده انا نسيت. يا حبيبي جات لكم اهو يا حبايبي. تمام وطي النار كده، وطي النار عم نقشر البصله بتاعتنا ونقطعها، والطماطميه بتاعتنا كده. طبعا يا حبايبي انتوا عارفين حاجه غاليه، لازم الناس بقى تحافظ بقى وتحاول بقدر الامكان يعني ما نهدرش حاجات كتير، واحنا حق بقى يعني، ونظبط الدنيا كده مع بعضينا
ومفيش حاجه تترمي ومفيش حاجه تفضل نقول لا احنا زهقنا من دي لان واكلينها مش عارفه بقالنا يومين بناكل. لا مفيش حاجه تترمي. زهقت منها احطها في طبق بتاع ده، طبق اللي هو الفيبر ده او حطها في كيس وارميها في الفريزر. احذفيها في الفريزر في اي وقت تسخنيها مفيش مشكله، بس ما نرميش يعني. او لو انت قادره وكده وظروفك كويسه ممكن تديها لحد غلبان يستفيد. يعني لو انت قادره ومش محتاجاه تاني، في ناس غلابه كتير محتاجه يصعبوا على الكام. يعني الوجود بالموجود، الوجود بالموجود كده يا حبايب قلبي. بصوا شايفين اهو كده. هرش عليهم شويه فلفل اسود، فلفل اسمر جميل واسمر. يعني احنا بقى يا جماعه طول عمرنا بنقول فلفل اسمر، فلفل اسود قصدي. في ناس بقى يقول لك فلفل اسمر جميل واسمر بيتمخطر، احنا بنقول فلفل اسود وبنقول عسل اسود ومنيل. اضحكوا بقى شويه، اضحكوا بقى شويه يا جماعه، بقالنا فتره الحزن مال قلوبنا وزعلانين. وربنا يشفيك يا اخي ويحفظ قلبي ويعافيك. بص يا حبيب قلبي كفايه. هنكمل السوا بقى فين؟ هنكمل السوا مع المحشي. تمام. وعندي مرقه لحمه اهي، مرقه لحمه هحطها بقى ايه، هنصب بيها شبت وبقدونس وكزبره معلش كفايه. نسيت يلا، عشان بعد ما اخلص واولع على المحشي كده اعمل معاكم بقى الطواجن واحطها في الفرن. ويمكن ولا اكون سبانخ، ويمكن اعمل معاكم ايه، لا كزبره وشبت وبقدونس. يمكن النهارده اعمل معاكم صينيه كيكه كده بشكل تاني مختلف. هما بيقولوا ايه بس دي هي عجينه يا حبايب قلبي. بيقولوا ايه عمة السلطان. استنوا جاي لكم اهو، استنوا ثانيه واحده جاي لكم اهو. في ترند طالع يا حبايب قلبي اسمه عمة السلطان او طاقية السلطان تقريبا، يعني ما باخدش بالي. وفيه بيقول لك عمة الامير، عمة الامير. طيب ماشي. بعجينه بدقيق يعني. انا بقى مش هعمل لكم بقى العجينه، انا هعمل بقى تطلع طاقية الغفير، تطلع طاقية المدير، تطلع طاقية فؤاد المهندس، زي ما تطلع معايا. انا هعملها قدامكم كيكه بطريقه الطاقيه دي. تطلع طاقيه، تطلع ما تطلعش طاقيه، تطلع كيكه عاديه. انا غير مسؤوله. انا هعملها قدامكم عشان نحل بيها النهارده. ماشي. ربنا يسهل وايه، واقدر اعمل الايه الفيديوهين دول مع بعض عشان نبسطكم كده معانا والناس كلها يا جماعه عندها مشاكل، مفيش حد خالي. وده احنا بنهون على بعض. هنعمل ايه يعني؟ وكل واحد يرضى بقدره ويقول الحمد لله عشان ربنا ينجينا ونجي لنا عيالنا يا رب، ونجي كل ولاد المسلمين وكل العالم، واشفي كل مريض، واشفي اختي يا رب، واشفي مرضانا مرضى المسلمين. بصوا بقى يا حبيب قلبي، ده الكبده والقوانص والسكرانسات بتاعت منى الجندي اهي. شايفين السكرانسات بتاعت منى الجندي؟ بحبها بموت في منى الجندي. اصلها هي زيي، بس انا لو اتفتحت في الضحك هبقى امر من بس عيالي يقولوا يا ماما ما احنا مشتهين عنك، ما تهرجيش يا ماما. يا جماعه ما انا طبيعي كده يا اولاد يقولوا لا ما تضحكيش وما تتكلميش. طيب ماشي، يعني اخرس يعني لا ما بقولوش اخرسي يعني، انا اللي بقول له مخرس يعني. ماشي. لان انا مهرجه جدا وبحب الضحك جدا. بس بقى ايه، يوم ما اختي ربنا يشفيها بس ويعافيها يا رب يا رب يا رب، تشفى وتشفى كل مريض يا رب. شايفين؟ هو ده الكوسه بتاعتي اللي هاكلها لوحدي النهارده. اتفضلوا معايا والله العظيم يا جماعه، يا ريت تيجوا تاكلوا معايا والله، تشرفوا وتنوروا. اعمل لكم احلى اكل واحلى حاجه. كل متابعين اللي على الفيسبوك ادخلوا على القناه باسم عائله ماما سوسو على اليوتيوب يا حبايب قلبي، اشتركوا عندي، شجعوني والله العظيم. اوعدكم لان اتعرف عليكم كلكم ان شاء الله معرفه خير. واللي عايز حاجه مني يعني لو حد عجبه حاجه
وطلبها يطلبها مني عادي عادي، اعملها له وابعتها له لحد عنده. اه والله العظيم بتكلم بجد اقسم بالله. آه طبعا احنا كلنا اخوات في الاسلام، وطبعا احنا بنحب الناس المحترمه، الناس اللي اخلاقها عاليه، الناس اللي تبقى داخله نيتها حلوه وسليمه. ربنا يبارك لهم ويحفظهم من كل سوء ومن كل شر، هم واولادهم واهاليهم يا رب يا رب. طبعا احنا بقى هنخلص المحشي بتاعنا كده اوام اوام اهو. طبعا هيفضل رز برضو، هجيب فلفل. يعني انا عملت الحله المتينه دي تمام. آه يمكن بنتي تيجي اخر النهار، تيجي بكره، يعني هيبقى موجود. هسخن منه واكل على يومين او على 3 ايام، مفيش مشكله. المحشي ما بيجرالوش حاجه يا جماعه. هوفر واقعد اعمل حلويات بقى، يعني ابقى فاضيه بقى، مش هطبخ حاجه بقى. اعمل عندي غدايا، ممكن مثلا ايه اعمل مع المحشي اللي يفيد، اعمل معاه برضو شويه اجنحه شويه اجنحه، إيه شويه رجلان فراخ تمام. كله ماشي. إيه يا حبيبتي، ايه اللي فسخ، ايه اللي فسخك كده؟ انا ما كلمتكش والله ولا عملت لك حاجه. هنحطك كده لتحت عشان ما تجيش بقيتك. الكوسه بتبقى طريه في كوسه يا جماعه بتبقى بلدي حلوه، بتبقى ماسكه نفسها. في كوسه تانية بتبقى الرومي، دوك رومي لو الدوك الرومي متين يعني مش عارفه يعني. دي يعني بتبقى ايه، ما تستحملش، بتفقش كده في ايدك. تجيب الكوسه البلدي، كل حاجه بلدي جميله. البلدي يوكل يا جماعه. ماشي. الفراخ البلدي ب 120 جنيه يا جماعه، ب 120 ب 120. طعم الحلة دي يا حبايب قلبي انا جايباها بقالي سنتين وشويه ماشي. فطبعا انا زعلانه من اللي انا جايباها منه، بس انا مش هقول اسمه عشان برضه انا ما زعلوش مني، لان هو صديق لاولادي يعني. هو عنده فتح ما شاء الله محلات كبيره، ادوات منزليه يعني، حاجات ما شاء الله يعني، بيجهز العرايس وحاجات جميله جدا عنده. بس انا كنت زعلت منه ليه بقى؟ لما الطقم عندك دون الايدين بتاعته مش كويسه، تدو يا دي الغلبة على الكوسه، تدهوني ليه؟ الايد دي يا حبايب قلبي، الايدين دي عندي 2 من الطقم ده. آه، ايديهم بتصيح من النار. هيقول لي انا على فكره كلمته بيقول لي ابعد النار عنهم ازاي؟ طب ما انا ببقى مغطيه النار وعامله حسابي، والايد بتشيط وتسيح وتقوم مكسوره. 2 ايديهم كل واحده ايد راحت منهم، يعني بقت بايد واحد بعين واحده على راي اللي بقول. فانا زعلانه. هو ممكن لو شاف الفيديو يشوفه وسمعني. زعلانه منك قوي قوي، عشان مش هقول على اسمك ولا حاجه. فان انت يعني ايه، الطقم ده كان المفروض انت صاحب صديق اولادي، ما تغشنيش، ما تغشنيش. انا باخد منك بكل ثقه، فتقول ما تغشنيش. انا هضطر اسفه، انا عندي 3 حلل تانيين يا حبايب قلبي ستانلس بشتغل فيهم. بس انا مضطريه بقى اجيب حلل ميدي تاني. يعني مثلا اجيب 3 4، لان انا زعلانه الايدين. يعني امسك الحله ازاي يعني؟ وانا ما بحبش اشيل بقى بطانه وكلام الفارغ ده. انا عايز امسك الحله ايدها، فانا زعلانه منه وبعاتبه اهو عشان هو عمل فيا المقلب ده. يعني انا زعلانه بجد بجد زعلانه. وما هوش رخيص يعني الطقم ده. قبل الغلا من سنتين، ده من اكتر من سنتين، قبل ما الدنيا الحاجه تغلى كده، عطاهولي بكام؟ ب 3000 ونص كاش، توتو على كبوته. ما باخدش انا حاجه من حد بالقسط. طبعا الرز هيفوت برضو. هنجيب فلفل وايه عشان نولع على حبه المحشي دول يا حبايبي. وعندي مرقه لحمه هنحط. وتعالي يا اختي اللي شقمت انت كمان. الكوسه دي بصوا ما بتستحملش ازاي. يعني جت اقورها راحت النص الفوقاني طار. هنجيب بقى من الفلفل وهجيلكم. حبايبي رجعت لكم تاني. بصوا ورق الكرنب انا اضطريت اطلع كرنب، بلا الموضوع فشق. والرز كان كتير، كملت فلفل برضو تحت الكرنب مع الكوسه، وعملت الدور ده الدور اللي على الدور تمام. دي مرقه لحمه، ظبطتها طبعا. يعني لقيتها عدبه شويه، حطيت ملح وحطيت شويه فلفل اسود وشويه سكرانسات كده بتاعت منى الجندي. وطبعا الورق كان متجمد في الفريزر، فطبعا كان في يعني انا فكيته بس في بعد فترات من التلج،
فطبعا انا لو حشيت والتلج ده موجود بيسرط ميه، شايفين اهو صارت اهو. فانا عشان ممكن تنصب النصبه بتاعتك يا حبيبه قلبي وانت مش اخده بالك، لان الورق فيه يعني بتحصل المواقف دي بتحصل كتير. يعني مثلا الورق ده فيه فضلات من التلج خفيفه كده زي الندى كده. تعملي ايه بقى انت؟ تقومي تحطيها على النار زي ما شايفه كده. لما الميه بصوا شايفين كمان مره اهو اكد عليكم، يعني ده ممكن يستوي على كده، بس احنا للتاكيد هنحط كمان شويه بس كده. وهو بقى ايه، والكوسه طبعا الكوسه طبعا معروفه انها فيها ميه، بتسرق ميه برضو. تمام كده هيستوي المحشي بتاعي. وهرجع لكم تاني بقى ايه، هشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل الطواجن ولا هنعمل الكيكه طريقه الغفير ولا هنعمل ايه؟ هشوف بقى يعني اللي يتيسر معايا. احرق الطواجن بالعسل والخضار اللي احنا جايبينهم جداد دول، لان لو طبخت في الفخار على طول مباشره بياخد الاكل بتاعك ريحه الفخار. لكن لو عملتيه نكهتيه بخضار وسمنه او زي حته ليا او دهون، زي ما قلت لكم كده بنقطع الطماطم مع بصلايه مع حاجه بسيطه كده، وتقوم حطها في الطاجن وتحط عليها حته سمنه او تحط عليها حته زبده، وتقوم داعكه الطاجن كده وتسيبي فيه الخضار، وتقوم مولعه الفرن وتدخلهم في الفرن البوتاجاز فرن الغاز وتدخليهم. والطاجن اللي بقول لكم عامل فيه المعمر هحط فيه عسل اسود واحط فيه حته سمنه بلدي عشان اعمل فيه المعمر الجميل اللي هنعمله مع بعضينا. ويلا يا حبيب قلبي نشوف هنعمل ايه تاني. وده المحشي اهو زي ما قلت لكم يستوي براحته مع نفسه. ومن هنا من على ارض الواقع من شقتي المتواضعه نعمل معاكم الحلال الفخار. يلا بينا يلا بينا. بصوا بقى يا حبايبي، ايوه احنا اتفقنا ده يتعمل خضار. تعالى هنا بتاع المعمر في الفرن، لبن السمين الجاموسي. يا قدومه يا ادم يا ادم تعالى يا حبيبي حبيب تيتا، المخلل بتاعك اهو. قدومه انت هتشوفني دلوقتي، ده تيجي تاخده عشان هو استوى. المحشي استوى، يلا ناكله سوا. تعالى خد المخلل بتاعك يا حبيبي اللي انت طالبه من تيتا. تمام. ده بقى الخضار وده الخضار. تمام. ده طماطم على بصل، بصل غالي يا جماعه والطماطم غاليه والفلفل. يلا 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 يلا, يلا زي بعض. على فلفل على بصل على اي خضار، اي خضار اي سكالانسات عندكم. السكالانسات بتاعت منى بصي عليها فلفل اسود، عليها كمون، عليها بصي قرفه، بصل بودر، توم اي بهارات. استنى ما اجيب حبهان. احنا هنعملهم بالسمنه البلدي بصوا شايفين؟ ايوه ده بتاع الخضار وده بتاع الخضار وده بتاع الخضار وده بتاع الحمار. يلا كده كفايه سمنه بلدي. الحاجه غاليه يا ولاد، الحاجه غاليه. احنا ما احناش بخله بس الحاجه غاليه. يلا بينا. بصوا بقى كده، بصوا شايفين؟ ادي غلوسي كده. ايوه يلا بينا. الطاجن الكبير من حق الكبير يتدلع، من حق الكبير. ايوه يلا غلوسي ولا يهمك، ما هو كده هيترمى ده يعني بعد كده اوعى الطواجن بتاعتك تطلعها من الفرن وتغسلها على طول. يا لهوي تطق منك على طول. سيبها بقى في قلب الفرن لتاني يوم لحد ما تبرد خالص، وطلعيها بقى ايه، اغسلي زي ما انت عايزه بقى. شايفين؟ كده اهو سمنه بلدي يا حبايبي، مش خساره في الطواجن، هنعمل فيها اكلات حلوه معاكم. يلا بينا. ايوه كده. تمام. ده على قدي، هعمل فيه على قدي بس، وده لو حد عندي. وبعدين بقى التليفونات بقى. حبيب قلب ماما ثانيه واحده يا جماعه. دول اهم خلاص هندخلهم الفرن. انا ولعت الفرن على فكره. خلاص كده انتوا عرفتوا دول هيتعمل فيهم. خلاص هنحطهم في الفرن بقى، نولع الفرن ياخدوا لغايه ما الخضار ده ينحرق، ونطلعهم بقى نسيبهم يبردوا. هنسيبهم في الفرن الصبح، ندفن الفرن بقى ونسيبهم للصبح. يعني عشنا يعني ثاني يوم نغسلهم، لان اوعى تغسلوهم وهم سخنين يطقهم. ده 150 جنيه يا جماعه، 150 جنيه ما عندهمش اي قيمه. كده بقى هنعمل ايه بقى؟ السمنه البلدي في الطاجن اللي هنعمل فيه ايه؟
المعمر الرز بلبن. تمام. عسل اسود ومنيل. استنى بقى ما اشوف انا هفتح البرطمان ازاي. يا اختي يا اختي، لا استنوا بقى يا جماعه، ده الموضوع ايه، عايز حاجه ايه. استنى اما نحط السمنه البلدي اللي في ايدينا تخسر. يلا ساعات اجيب ربع وساعات اجيب نص على قد الميزانيه اللي معايا. انا عارفك يا ابن الايه. ايوه ها، اطلع اطلع. يا لهوي يا لهوي. وده العسل الاسود. نعمل ايه بقى؟ استنوا عليا كده، استنوا. يلا اهو مع السمنه البلدي المعمر ده للمعمر، رز المعمر. يلا غلواسي، يلا غلواسي غلواسي. وايه الخاتم عمال يروح شمال ويمين. الخاتم ده فص ازرق يا جماعه، فص ازرق. انا بحب اللون ده التركواز ده، وعشان يمنع الحسد. وعشان يمنع ايه؟ الحسد. يلا تمام. يا لهوي بتخنق من الموضوع ده، ما هغسل ايدي. ونعملهم بقى وخلاص. ودي من هنا من اوضتي المتواضعه اللي بقول لكم دي، هقعد اكل فيها يعني، بدل ما نقعد ناكل هنا كده، بدل ما نقعد ناكل هنا بنقعد هنا ساعات في الصاله هنا، الحته دي المكان ده يعني اهو. شايفين المكان ده؟ اي هنا بيبقى فيه بهدله جامده. فهنا بقى تعالوا معايا كده، اخدكم بالكاميرا في الاوضه دي. الاوضه دي ما حدش يضحك عليها، لان الاوضه دي يا حبايبي، الاوضه دي بقى هنقعد بقى ناكل فيها اهي. بصوا التلفزيون ده بتاعي، بس انا ما بفرطش فيه، لان الحاج الله يرحمه اللي كان جايبه، واولادي قاعدين يقولوا شاشه العرض. هو احنا بنقعد للتلفزيون عشان نقعد لشاشه العرض؟ ده احنا قاعدين على التليفون 24 ساعه. يعني شاشه التليفون واخدانا من خلاص، ما عادش حد بيهتم بالتلفزيونات ولا حاجه. بس ده غالي عندي وعزيز عليا، عشان الحاج الله يرحمه ابو الاولاد اللي كان شريك عندي بقاله اكتر من كام سنه يا جماعه. ده بقاله اكتر من 35 سنه ده عندي. فانا ده بدي لحد يا ماما. طب قلت لهم ده بالذات مش هفرط فيه، لان ده عزيز عليا. ايوه انا هجيب شاشه عرض واحطها في الصاله وكله، ولكن ده مش هفرط فيه. ده في الاوضه يسليني. لو حبيت افتح عليه، انا ما بفتحش يعني بصراحه يعني كتير يعني. ودي اوضتي المتواضعه اللي بقعد فيها يا حبيبي، هنقعد ناكل فيها. دي الطبليه بتاعتي اهي. والاوضه دي بقى فيها ايه؟ الكراكيب اللي هي اوضه المعيشه. بصوا بقى، هي فيها الثلاجه والفريزر، لان انت المطبخ بتاعي صغير اهو كده. الثلاجه والفريزر اهو. وهنقعد بقى ايه، نتغدى هنا في الاوضه دي. شايفين اهو. اما اوريكم بقى ايه، اوريكم الكنبه البلدي بتاعتي اهي. يعني دي الاوضه دي قاعده كده يعني ايه، بدل ما نقعد نهرب في الصاله بره ونبهدل الدنيا، ناكل هنا ونشرب هنا. حتى كمان يعني ايه، لو باب الشقه خبط يعني بتبقى في ناس جايه بتتحرج مثلا واحنا قاعدين بنتغدى، لا يبقى الاوضه احسن درع، يعني تبقى قاعده متداريه. فاهماني؟ يعني اللي تحرج اللي داخل او انت تتحرجي، يبقى دي اوضه تقعدي تاكلي فيها، تغدي فيها، تتعشي فيها، تفتح. وبعدين اوضه حلوه شتويه كده يا جماعه، شتويه. بصوا بقى البلكونه. بس اقول لكم على حاجه، هتشوفوا الغساله وعليها غسيل كتير، لان الغساله حطها ورا باب البلكونه برضه اهو. وعامل لها خرطوم داخل على دورة الماء، لان دورة الماء وراها على طول، فبغسل وانشر على البلكونه على طول. ايه رايكم في الفكره دي؟ لان غسالها هاف يعني مش اهي. بصوا بس عليها تل غسيل، ما حدش يقول حاجه. وادي باب البلكونه اهو. شايفين؟ اه. يلا المحشي ده فلفل حامي، الاحمر ده حامي، وده بلدي بارد مش حامي مسكر. تمام. معانا توم، احنا فرمنا ده هنفرم ده. تمام. احلى طشه محشي تاكلوها في حياتكم. على فكره انا بعمله كده على طول يا حبايبي، بس انا من زمان ما عملتش محشي يعني. انا بعمله بس ما صورتش يعني، اقصد بعمله بس ما صورتهوش. بس انا عاملاه من فتره يعني، وكنت حاطط عليه الطشه نفس الطشه دي. تمام. تمام يا فندم. هناخد بقى كده التوم بتاعنا
المفروم ناعم، وهنعمل الطشة بتاعت المحشي. وعلى فكرة يا حبايبي أنا عندي في التلاجة إيه غير الكبد والقوانص اللي أنا حاططها في المحشي تحت أرضية الطاسة أو المقلاية. بصوا بقى كده يا حبايبي، أنا هحط زيت، مش هحط زبدة ولا سمنة ولا كلام من ده، هحط زيت، هنضيف زيت. هنحط زيت، بنشتري زيت يا جماعة، مفيش تموين، ما عادش. بس كده تمام. نجيب الكزبرة، نجيب الكزبرة تمام. يلا بقى الزيت يتقدح معانا، ونعمل ايه بقى، نوريكم بقى احلى طشه من المحشي بتاعنا. على فكره يعني، على فكره حد لعب في المحشي، حد لعب في المحشي، حد كان عندي يعني ولعب في المحشي. بصوا اهو 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 مفلفل وجميل يا جماعه، مفلفل وايه. بس استنى نحط لكم الطشه وبعد كده نوريكم فلفله المحشي بتاعنا وجمال. يلا بينا بقى، يلا يلا. هنحط التوم كده الاول، ايوه التوم، ثانيه واحده كده. على المحشي ونغرف بقى، نوريكم بقى الوقت الغرف. شايفين؟ يلا يلا يا سوسو بسرعه، قوم 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 عشان ما حدش يتخانق منك. يلا ده الفلفل حامي وبارد، يلا بينا يلا، يلا بينا يلا. احلى طشه محشي. استنى اكتر الزيت شويه، واقول لكم والله ما حتى سمنه بلدي. الله الله الله، دلعي المحشي دلعيه. يلا بينا يلا. الله الله على الريحه الجميله. نشطشط المحشي بتاعنا شويه يا جماعه عشان اللي ياكل منه ما ياكلش منه تاني. كزبره الناشفه، ايه الحلاوه دي، ايه الطعامه دي. الجيران شموا ولا لسه هينوم؟ يا جمال ويا جمال ويا جمال. بصوا كده بقى معايا، بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يلا بينا. ايه ده يا جماعه، ايه اللوحه الفنيه دي؟ لا ده انا بقى على فرسم بتاعت عمر رسيم، والله العظيم كنت غاوي راسم. بس لو كانوا كملوا لي تعليمي كنت بقيت مهندس الديكور يا جماعه والله. بس يلا نصيبي كده بقى. ضحكوا عليا، ضحكوا عليا، قولوا طلعت من المدرسه عشان ايه؟ يضحوا بالجنان عشان الام تعيش. يلا الحمد لله. نغرف ولا ايه؟ بص 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 الحركه دي، بص بص الحركه دي. بس انا عايز انزل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الكوسه تحت والكبد والقوانص تحت. وسلم على سيدنا محمد.
يجعله بالف صحة.